التفاصيل الاوليه الخاصه بالعمليه ريهام سعيد وماذا عن العمليه الجراحيه اللي تم اجراها في الاونه الماضيه؟ اللي حدث ده مع استاذه ريهام حاجه وارد انها تحدث، وحاجه طبعا اثارت الجدل. يمكن الناس كلها وانا جاي النهارده اتكرم كل الناس سالتني عن الموضوع ده. هي غير راضيه عن العمليه. هي كانت غير راضيه عن العمليه وكان في هجوم شرس يعني في بس هي غير راضيه عن العمليه، وانا ده حقها تماما، ودورنا كاطباء ان احنا نحتوي اي مريض غير راضي عن العمليه بتاعته، حتى لو احنا شايفين ان العمليه بتاعتنا ناجحه. انما احتواء المريض ونفسيته في الاول في الاخر عمليه في الوقت، وهي مذيعه وده شغلها، فلازم لما تكون متضايقه نسمع وننصت ونحاول احنا نحتوي ونشوف كل الحلول اللي توصل للمريض بالشكل اللي هو عايزه والحاجه اللي هو عايزها، علشان ده دور مهم جدا اساسي في نجاح العمليات. يعني حتى لو انت عندك مقاييس ومعايير انت شايف بيها ان العمليه ناجحه، عدم رضا المريض لحد ذاته جزء مهم جدا لا يمكن ان احنا نغفله ولا نتعامل معاه. احنا برضه كنا حابين نعرف من حضرتك المشهد العام، المشهد اللي كانت ظهرت بيه العالميه ريهام سعيد، واكيد يعني كل رواد التواصل الاجتماعي وشافوا الشكل ده واتهمت حضرتك يعني بالتقصير. انا يعني اتهمت الطبيب المختص بالتقصير. بص يا فندم، هو اي مريض غير راضي عن نتيجه العمليه بتاعته لازم هيبقى طبعا اتهام للدكتور اللي عمل العمليه، وفي اتهامات دي احنا مش هنقدر، هي عارفاها او هو مدركها، لان في تواصل بقى في المتابعه وفي الغيار وفي الكشف وفي متابعه التطورات بعد العمليه. وهي كانت طلبت من الدكتور اكثر من مره، بلغتها اكثر من مره انها غير راضيه، انها تواصلت معاه وراحت العياده. الحاجات دي البروسيس مش مجرد بس عمليه، المتابعه لحد الوصول للنتيجه المطلوبه، كل ده يعتبر جزء من العمليه. فعشان كده التفاصيل دي ممكن تلاقيها اكتر في الاستاذه ريهام. الوضع اللي هي موجوده فيه هي مش راضيه عن العمليه، نامل ان شاء الله رب العالمين ان هي توصل للنتيجه اللي هي عايزاها وتوصل للشيء اللي هي عايزاه وتكون راضيه. كلنا نحب ده. طب كلمنا كده عن اخر تواصل دار بينك وبين العالميه ريهام سعيد. يعني ما حصلش تواصل، حصل ايه حتى التواصل الهاتفي يعني؟ احنا بعتنا سكرتاريه انها تتواصل معاها بحيث انه لو في خدمه نقدر نقدمها لها كحل لاصلاح العمليه احنا وي ار ويلكم يعني، ونتمنى التواصل معاها، بس لسه ما توصلش. انا بشوف دايما ان حل الازمه هو التواصل الجيد ما بين المريض والطبيب، ده اهم حاجه. اعتقد انه لو تم التواصل بشكل جيد ما بين المريض والطبيب ده هيحل المشكله بنسبه كبيره ان شاء الله. حابب توجه اي كلمه اخيره؟ احب اقول ان اتمنى كامل الشفاء للاستاذه ريهام، واتمنى ان المشكله ان شاء الله توصل للشكل اللي هي عايزاه.